هذا الحجر هذا اللي كيبان، تخيلوا ان التاريخ ديالو ربما يكون بحال التاريخ ديال وقت بناء الاهرامات. البلاصه اللي جبتكم ليها اليوم راها من اقدم واعرق المعالم التاريخيه اللي كاينه في المنطقه ديالنا، وايضا راها في القائمه ديال مواقع التراث العالمي في المغرب. ولكن كيفاش اليونسكو عارفين هذه البلاصه وحنايا لا؟ واليوم غادي نعرفوها ان شاء الله. حنا اليوم بجماعه ايت بوبيدمان اقليم الحاجب، وبالضبط بمنطقه سوق الكور، وعلى بعد واحد 24 كيلومتر من مدينه عين توجدات، وقريبه حتى على مدينه سبعيون. ايوا مرحبا بكم في معلمه الكور. وحسب واحد المؤرخ فرنسي وعالم اثار، فراه هاد المعلمه هادي او النصب التذكاري هو عباره على ضريح، وتيقولوا ان الضريح هذا تيرجع التاريخ ديالو الى القرن الرابع قبل الميلاد. هذا الحجر هذا اللي مورايا وهذا الحجر هذا اللي كتشوفوا، تخيلوا ان التاريخ ديالو يقدر يكون بحال التاريخ ديال وقت بناء الاهرامات اللي كاينه في مصر. وهذا القبر هذا راه جاي على شكل دائري. ومن خلال الحفريات اللي دارت هنا تيقولوا على ان هذه المعلمه هذه هي ضريح امازيغي، وهذا الضريح هذا تيرجع الى امير او شخص كان ذو قيمه في ديك الفتره. وهذا القبر هذا راه الطريقه ديال البناء والتشييد ديالو راه بحال الطريقه ديال الاهرامات تماما. والصراحه هذا راه كنز تاريخي وثقافي. ولكن رغم عظمتها وقيمتها فراه اليوم تنشوفوها منسيه ومهمله. والسؤال هنا، واش هذه المعلمه هذه ليست تراثا جماعيا؟ هذه راه مرآة للتاريخ والهويه ديالنا، وهذا الشيء هذا راه تيهضر في الخاطر فاش تنشوفوا ما بناه الاجداد يهدم بصمت الاهمال وبلا مبالاه للحاضر.